عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس اللي بتشتكي لسه من البق وعندها حشرة البق، وهل المنتجات بتاعتكم أصلية؟ هل المنتجات مرخصة؟ هل المنتج أصلي؟ هل المنتج أصلا فعال ولا لأ؟ الناس اللي ما تعرفش شركة لاستر تدخل تكتب في السيرش على الفيسبوك، على اليوتيوب، على أي مكان مبيد البق من شركة لاستر، وتتأكد بنفسها من ريفيوهات العملاء. ولما حضرتك تحبي او حضرتك تحب تشتروا المنتج بتاع شركة لاستر، لازم تشتروه من مكان موثوق فيه، من وكيل او موزع معتمد، عشان ما تجيش حضرتك تشتري المنتج وتقول المنتج بتاعكم ما عملش حاجة. المنتج لو انت واخده من حد موثوق فيه، اولا هيكون فيه مميزات. الميزة الاولى انه لو حضرتك قابلتك اي مشكلة، حضرتك هتقدر تحلها بسهولة. يعني مثلا انا هتكلم عن نفسي كدعاء رمضان. انا كدعاء رمضان لما بتجيلي مشكلة بمشي معاها واحدة واحدة، بشوف الخطوات. حضرتك اتبعت التعليمات اللي احنا قلنا عليها ومشيت الخطوات اللي احنا قلنا عليها ولا لا؟ لو طلعت المشكلة من عندنا دايركت بتجه لان انا ارجع او ابدل لحضرتك العبوات اللي اخدتها مني، واسالوا العملاء كلها عننا. فبيكون عند حضرتك ضمان للمنتج. لما حضرتك بتشتري المنتج من حد موثوق فيه، حضرتك بتكون ضامن ان انت هتعرف كل تفصيلة مفصلة عن المنتج. حضرتك هتكون عارف ان قد ايه مهم جدا الاستخدام بطريقة 1 2 3. الغرفة الواحدة بتاخد عبوتين، العبوتين بيترشوا يوم بعد يوم لمدة أسبوع. ده كورس سريع. في كورس مكثف بياخد 3 أسابيع. حضرتك بتاخد كل أسبوع لكل غرفة برضو عبوتين بترشها يوم بعد يوم لمدة أسبوع على مدار 3 أسابيع. يعني بترش 6 عبوات في ال3 أسابيع. ده الكورس اللي على المدى البعيد على 21 يوم تقريبا. تمام. الكورس بقى اللي هو السريع ده، هل يا مدام دعاء هو مش بيجيب نتيجة؟ لا، بيجيب نتيجة، ونتيجة فعالة جدا وبنسبة 90% كمان. بس بيكون بيطمن حضرتك او حضرتك ان المنتج فعال جدا، وانه المنتجات ما شاء الله تبارك الله فعالة. فبتقدروا ان انتوا تشتروا المنتجات وتكملوا. مثلا لو انتوا عندكم 3 4 غرف، فانتوا اخدتوا في غرفة واحدة تجربوا، فبتلاقوا النتيجة، فبتضطروا ان انتوا تكملوا الكورس. بتاخدوا بقى المنتجات وبتكونوا وثقتوا فيها اكتر من المرات اللي قبل كده. طب هل المبيد ده ضار؟ هل ليه ريحة؟ هل اسئلة كتير جدا بتدور في راس او في تفكير سيادتكم، سواء حضرتك او حضرتك. المبيد امن جدا من غير ريحة ومن غير ضرر. المبيد حاصل على الايزو، المبيد مرخص، المبيد عالمي، وصل للدول العربية. انا كدعاء رمضان وكيل في الدول العربية، في دولة الامارات. المنتج واخد الباركود. المنتج كل حاجة حضرتك محتاجها موجودة في المنتج ده. المنتج ده اصلي 1000000%. المنتج صناعة مصرية، استيراد من الخارج، ويصنع هنا داخل المصانع المصرية لدى شركة لاستر العالمية. طيب يا مدام دعاء، يعني انا مضطر ان انا اخد لكل غرفة عبوتين، وان شاء الله الحاجات دي هتجيب نتيجة؟ طبعا 1000000% هتجيب نتيجة. المنتجات ما شاء الله تبارك الله فعالة جدا، مسمعة جدا. بس حضرتك تلتزم بالتعليمات. حضرتك ترش الزوايا، الاركان، المراتب، الركنة، الانتريه، الفرش، الهدوم، الخشب، الدولاب، السيف بتاع الحائط، اي مكان تتخيله وما تتخيلوش حضرتك بترشه، وهو امن جدا وحضرتك داخل البيت. بس احنا بنرش يوم بعد يوم لمدة اسبوع. ليه؟ احنا بنرش يوم بنرش فيه ونكون قافلين الأوضة عشان الرش وكده، وتاني يوم بنفتح ونهوي ونشمس ونطلع الحاجة برا. لو قدرنا نعمل ده قدرنا، ما قدرناش خلاص مفيش اي مشكلة. لو حد مثلا مريض تعبان ما بيقدرش ان هو يفتح ويهوي ويشمس، مفيش اي مشكلة. احنا
مجرد بس دخول الهواء للتهوية، مفيش اي مشكلة ندخله للتهوية. طيب يا مدام دعاء، لو انا اشتريت المنتج وما جابش نتيجة، احنا قلنا كل ده في اول الفيديو، انه لا، حضرتك لو اتبعت التعليمات، او حضرتك لو اتبعت التعليمات السليمة زي ما انا ما بقول بالظبط، ان شاء الله باذن الله المنتج هيجيب نتيجة، ونتيجة فعالة جدا، نتيجة فوق الوصف، فوق الخيال. بس نلتزم بالتعليمات عشان لما يحصل اي دروب يبقى الخطأ من عندي انا، اقدر اتصرف مع حضرتك او حضرتك، اقدر اجيب لكم حقكم، اقدر اشوف المشكله جايه منين. انا قبل كده قابلتني مشكله وعميله فضلت تقول لي انا قاعده برش، هو انتهى بنسبه 90%، بس في 10% بلاقيهم. قلت لها حضرتك اكيد انتوا بتعملوا حاجه غلط. قالت لي لا خالص، ما فيش اي حاجه غلط. انا لما بلاقي واحده قلت لها بتعملي فيها ايه؟ لو بتقتليها وبتطلع دم، فانت كده بتدعو الحشرات ان هي تنتشر وتتكاثر اكتر من الاول. قالت لي فعلا، ده احنا حتى كنا بنخليه يبقى على الملايات الدم، تلاقي بقع بقع بقع. قلت لها ده اكبر غلط، هو اصلا البق ده الدم تقريبا هو ده الغذاء بتاعه، هو ده التكاثر بتاعه عن طريق الدم. حتى هو بيلدغ وتبص تلاقيه اختفى، زي ما يكون بيحط بنج تقريبا في المكان اللدغة بتاعته ويمشي، ما تبقيش تحسي بيه الا بعدها، بعد ما قرصك ومشي مثلا مسافة مثلا على الاقل نص متر او ربع متر، تبصي تلاقيه بعيد. وممكن ما تلاقيهوش لان هو بيستخبى بيلدغ، ويكون سايب مادة، تقريبا المادة دي مخدرة، مش تقريبا، ده هو ده الكلام العلمي يعني. وبيمشي يتجه ان هو يتدارى من حضرتك او حضرتك لحد ما حضرتك تتجنن، تبقى مش عارف ايه اللي لدغك وايه بس هو ليه تضرينة معينة كده، دايرة حمراء كده وليها نقطة كده، فبيكون بتعرفي ان هو ده البق هو اللي عمل كده. فاحنا في غنى عن كل الكلام ده، احنا نتبع التعليمات. لو لقينا حشرة بق وحابين ان احنا ناخدها نرميها، فاحنا ممكن نحطها في القعدة بتاعت التويلت ونضرب عليها السيفون، ممكن نلسعها بالنار، نحرقها بالنار، نعمل اي حاجة غير اننا نقتلها بالطريقة البشعة دي اللي هي المقرفة والمقززة، واللي بتجذب الحشرة ان هي ترجع تاني وتكون اقوى من الاول. فما تنسوش تتبعوا التعليمات عشان تستفادوا بأي حاجة تضمن لكم انه المنتج يكون يكون فعال جدا، ويكون كمان لو حصل اي مشكلة من المنتج فاحنا نقدر ساعتها ان احنا نرجع المنتج لحضرتك او حضرتك. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تعملوا شير عشان الشير بينفع جدا.